يقول: هل يكفي أن يقول في أذكار الصباح والمساء أن يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذات؟ أولا أحث الإخوة المشاهدين على الحرص على أذكار الصباح والمساء، فإنها حصن حصين للمسلم تقيه بإذن الله تعالى من الشرور ومن الآفات، فإن الشرور المحيطة بالإنسان في هذا الكون كثيرة، وهناك شرور قد يجدها مادية أمامه، وشرور قد لا تكون مادية، قد تكون من عالم الأرواح. فهناك مثلا السحر، وهناك المس، وهناك أيضا العين، وهناك أيضا شرور كثيرة تعتري الإنسان، شرور كثيرة تعتري الإنسان. فإذا تحصن المسلم بهذه الأذكار فإنها بإذن الله تعالى تقيه وتحفظه وتحصنه. على سبيل المثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. يقول أبو العباس القرطبي: جربتها طيلة عمري فكنت لا أنزل منزلا إلا وآتي بهذا الذكر فلم يصبني شيء، ونسيت أن أقولها مرة فلدغتني عقرب. سبحان الله. فهذا يعني هذه الأذكار بإذن الله تعالى تحصن الإنسان. فالعائن لا يستطيع أن يعين إلا بإذن الله، الساحر لا يستطيع أن يسحر إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك تجد أن السحرة يعجزون عن سحر الإنسان المتحصن بالأذكار، ويقول هذا إنسان ما نستطيع أن نتعرض له، محصن بالأذكار. فعلى سبيل المثال من الأذكار التي تحصن صاحبها طيلة يومه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا، هذا موضع الشاهد، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. فتأمل قوله: وكانت له حرزا من الشيطان. إذا أتى بهذا الذكر بإذن الله يحصنه ويحرزه من الشيطان حتى يمسي. فهذا من الأذكار التي تحصن صاحبه حتى من الشيطان. أيضا يعني بعض الأذكار تحصن من شياطين الجن والإنس، تحصن من شر شياطين الجن والإنس. فيعني مطلوب من المسلم أن يحرص على هذه الأذكار، وهي أذكار من القرآن ومن السنة. ومن أفضل من جمع هذه الأذكار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، له رسالة لطيفة عنوانها تحفة الأخيار. تحفة الأخيار. وجميع يعني شرط على نفسه ألا يذكر فيها إلا حديثا ثابتا إما حسنا أو صحيحا. وإذا كان الإنسان لا يحفظ هذه الأذكار بإمكانه أن يأخذ هذا الكتيب وهذه الرسالة ويقرأ منها في البداية، ومع مرور الوقت سوف يحفظها. والآن التطبيقات الآن في الهواتف صارت يعني أسهل بكثير من حمل الكتب كذلك أيضا. فالمطلوب المهم أن الإنسان يعود نفسه على أن يأتي بأذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح تكون بعد طلوع الفجر، وإن أتى بها بعد صلاة الفجر يعني الأمر واسع. أذكار المساء بعد صلاة العصر: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سبحوه بكرة وأصيلا. البكرة التي هي أول النهار، والأصيل آخر النهار. فأذكار الصباح تكون أول النهار قبل طلوع الشمس، وأذكار المساء آخر النهار قبل غروب الشمس. ونعود لسؤال أخينا الكريم، يقول: لو أتى بقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس التي يشرع الاتيان بها بعد الصلاة، يعني بعد صلاة الفجر، هل يكفي ذلك عن إعادتها في أذكار الصباح أو لا بد أن يأتي بها مرة أخرى؟ نقول يكفي ذلك. فإذا صلى صلاة الفجر وأتى بالتسبيح سبح الله 33، حمد الله 33، كبر الله 33، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده على كل شيء قدير، يقرأ آية الكرسي
ويقرأ سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويكرر هذه السور ثلاث مرات، وتكفي عن أذكار الصباح، يعني لا يعيد قراءتها مرة أخرى في أذكار الصباح. يأتي بعد ذلك بأذكار الصباح التي وردت في السنة، من ذلك مثلا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ربي أسألك ما فيها خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وذكر شر وشر ما بعده. من ذلك مثلا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، إلى آخره، إلى غير ذلك من الأذكار التي وردت بها السنة والتي يشرع أن تقال في الصباح وفي المساء. نعم. سؤالها